برشلونه تقريبا قضى الموسم باكمله دون ان يتعرض اي لاعب لاصابه كبيره، اصابه مهمه فتره طويله جدا في اللاعب، كما حدث على سبيل المثال مع ديفيد فيا. عرضيه وخطيره وهدف اول. جوناس البرازيلي يسجل الهدف الاول لفالنسيا في الدقيقه 27، الهدف الرابع لهذا البرازيلي الذي قال احلم بمعانقه كاس ملك اسبانيا، ويبدو ان حلمه يتراءى امام عينيه الان. بنتر يشد من ازر لاعبيه. الهدف ليس مستغربا جدا قياسا الى بعض الارتباط في الاداء الدفاعي من البرسا، قياسا الى حماس فالنسيا، قياسا الى انضباط فالنسيا، قياسا الى الاداء الذي شاهدناه حتى الان. بالتالي هذه هجمه منظمه، عمل تكتيكي جيد. تمريره الثانيه الثالثه على الجهه اليسرى، جيرين ماثيو يتقدم يتعمق يمرر الكره للخلف، البرازيلي المندفع بدون رقيب. لاحظوا كيف جوردي ألبا اعطاها لجيرين ماثيو، العمل بدا من هنا وتعرضيه الى الخلف. لاحظوا جوناس وحيدا مندفع من الخلف، لا احد مع جوناس، وبالتالي العقاب فوري والكره في شباك بينتو. لم يستطع برشلونه هنا ان يفعل شيئا، ووصل بويول متاخرا، وهدف اول لفالنسيا تماما كما تقدم اولا في الدوري، تقدم اولا في الكاس هنا، ولكن متاخرا ربع ساعه عما فعل في الدوري. الفرحه في المسايا وتقدم فالنسيا بهدف مقابل لا شيء، ولاحظوا فرحه المدرب اوناي إيمري تضاهي فرحه اللاعب. تعود في الخلف عند بوسكيتس الى الامام، ميسي يراوغ كانه يرقص، يتخلص من اثنين، يمر من الثالث، اليكسيس سانشيز يضع الهدف، لا الحارس يرفض. حوار امريكي جنوبي بحت، ارجنتيني تشيلي برازيلي، واليكسيس سانشيز يضحك، لكن اليكسيس سانشيز ثاني فرصه غريبه يضيعها. هنا اعطى له ميسي الكره على طبق فنجان، مطالبه بالتسلل، لكن بغض النظر التمريره يعني لم يقع عليه الا ان يضع الكره في المرمى، وضع على يد الحارس وذهبت الى ركنيه، وبويول يخرج بالراس ولكن الى خارج المرمى. نعم هدف تعادل لبرشلونه من بويول. اذا تمر الكره بخلف الحارس الشباك، وبويول كما فعل مع ريال مدريد يفعل مع فالنسيا ويتعادل في الدقيقه 35 بدلي، وكأن الكره تمر من الخلف، ولكن ذهول لاعبي فالنسيا هو الذي كان الخادع. وهذه الكره كيف خرج الحارس وكيف خرج الدفاع، وظل المرمى مكشوفا امام بويول دائما، هذا المدافع الرائع الذي يتقدم من وراء ويسجل تماما من ركنيه فعلها امام ريال مدريد، وكأن فريق فالنسيا لم يشاهد تلك المباراه. اذا جاء الرد من برشلونه، وبويول يسجل الرد بعد 8 دقائق من هدف. جوناس يتعادل برشلونه بهدف لهدف. اذا خلاص هذا التعادل وهذا الهدف يعطي الحق لجوارديولا بالفرح. لاحظوا ماذا يقول شيء جوارديولا، يقول شيء ويعني واضح ان هناك ضغط